السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا. طلبتوا مني كتير طريقة سهلة واقتصادية لعمايل البسبوسة. النهاردة جايبة لكم طريقة من الآخر، بسبوسة العربيات، سهلة اقتصادية. يا رب تعجبكم، وبتمنى من قلبي إنها لو عجبتكم تعتمدوها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنجيب بولة وننزل فيها بنص كيلو من دقيق السميد. دقيق السميد الناعم طبعا بنجيبه من عند أي عطار. بعد كده هننزل بمعلقتين كبار من جوز الهند. الخطوة دي اختيارية، لكن بجد بنصحكم بيها لأنها بتدي طعم حلو قوي للبسبوسة. وهنقلب زي ما هتشوفوا معايا، وهي دي كل المكونات الجافة اللي احنا هنستخدمها في الوصفة النهاردة. هنقلب زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى هنركنها على جنب، ونيجي بقى للمكونات السايلة زي ما هتشوفوا معايا. هننزل بكوباية من السكر الحبيبات، طبعا انا هستخدم مج الشاي العادي كمعيار. عليهم كوباية من المية، مية عادية جدا من الحنفية. معلقتين كبار من الزبدة، ممكن نستبدلهم بالسمنة، ممكن نعمل خليط ما بين الزيت والزبدة أو الزيت والسمنة. عليهم بقى معلقة من عسل الجلوكوز زي ما هتشوفوا معايا كده. تقدروا تستبدلوها بعسل النحل، بالسيرم التقيل اللي هو سيرم أو شربات الكنافة، مفيش فيها أي مشكلة. وهنقلب المكونات بتاعتنا دي كلها على البارد في الأول قبل ما نرفعها على النار. الموضوع سهل وبسيط زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت ما تنسونيش بلايكاتكم الحلوة اللي انتوا دايما بخل عليا فيها. وطبعا اذا عجبكم الفيديو يا ريت تكتبوا لي كده كومنت حلو. دلوقتي بقى هنجيب المكونات الجافة بتاعتنا وننزل بالمكونات السايلة عليها زي ما هتشوفوا معايا بالظبط. طبعا البسبوسة ما بتتعجنش، احنا يا دوب بنقلبها عشان تختلط ببعضها، علشان يحصل بينها تجانس. لو قلبناها كتير او عجلنا فيها كتير بتنشف معانا. بعد كده هجيب صينية 25 هدهنها بالزبدة، هنزل فيها بالمكونات بتاعتي. طبعا الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي تلت ساعة. ممكن كمان نشغل الشواية كده على هادي لمدة دقيقتين زي ما انتوا شايفين معايا كده. بالنسبة للشربات بقى، الشربات انا كنت عاملاه قبل، انتوا عارفين دايما بعمل السيرم واشيله. كوباية ونص من السكر، كوباية من المية، بسيط من الفانيليا، نص عصرة ليمونة، معلقة من عسل الجلوكوز زي ما انتوا شايفين. والشربات بتاعنا بينزل سخن على البسبوسة، ما بيبقاش بارد زي ما هتشوفوا معايا بالظبط. يا حتى لو هدي معانا شوية لكن ما يبقاش بارد. وكده بتكون البسبوسة بتاعتنا جاهزة زي ما هتشوفوا معايا. بتمنى من قلبي انها تعجبكم. يا ريت اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. السلام عليكم.